سلام، مرحبا بكم معايا في مطبخ احسن ما جربت. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير ومهنيين. اليوم ان شاء الله حبيت نجيب لكم شويه حلويات عيد الاضحى، هذا تلبيه لطلباتكم. اخترت لكم اليوم هذه الحلوه الرائعه بالشوكولا محشيه بواحد الكريمه تجي بزاف بنينه، يعني مزيج بين ذوقين، تجي اكثر من رائعه، ما تتكمل اليد وتقطع لكم كميه لاباس بها. اخترتها لكم اليوم بهذا التزيين، يعني حاجه بسيطه بالشوكولا لكن تجي اكثر من رائعه. على بالك اللي يقولوا لي راهي سخانه ما نحبوش حتى الشوكولا، لكن جربوها بهذه الطريقه صدقوني النتيجه اكثر من رائعه. الا عجبتكم الوصفه البنات بلا ما نوصيكم ديروا جيم وكملوا الفيديو حتى الاخير وبارطاجوا الوصفه بين حباباتكم. نبداو على بركه الله في الوصفه تاعنا. هنا اول حاجه في وعاء نحطوا 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، نضيفوا عليها ربع كاس تاع الزيت، نحكموا الباتور ونحاولوا نخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعض حتى نحسوا باللي الزيت ولا مارغرين ما راهش كاين فاصل بيناتهم، مع راهي سخانه لازم ندخلوا الزيت مليح في الزبده باش ما تخرج لكمش من العجينه. هنا نجيبوا نص كاس تاع عسيله، استعملت العسيله الجاهزه ضفتها وبعد كده زدت عليها زوج حبات تاع بيض كما راكم تشوفوا، حال الحجم تاعهم متوسط. نديروا الرشه تاع الملح وشويه تاع لافاني. هنا الرشه تاع الملح كانت راحت لي من مقطع ما يشتبان. ونعاودوا ثاني نحكموا الباتور تاعنا ونزيدوا نمزجوهم جيدا حتى نحصلوا على قوام كريمي بهذه الطريقه. هنا صدقوني يعني كنت تستعملوا الباتور يعني تحصلوا على نتيجه خير من تخدموها بيدكم. في هذه المرحله نجيبوا كاس تاع بسكوي، يعني اي نوعيه تحبوها لكن حاولوا تستعملوا هذاك اللي يكون احمر، طحنته وضفته. وضفت نص كاس تاع مكسرات، انا لهنا استعملت شويه تاع اللوز، درت الكاوكاو حمصوه شويه، ودرت لها نص كاس تاع الكاكاو. حاولوا تستعملوا هذاك الكاكاو اللي يجي بني، يعني ذوق تاعو كيما الشوكولا يجيكم بنين. ونعاودوا بنفس الطريقه ثاني نمزجوا هذه المكونات مع بعض جيدا كما كنتوا تشوفوا، يعني طريقه جد بسيطه وطريقه سهله، يعني توجدوه بالخف مش كامل اليد ويقطع كميه مليحه. حنا نستغناو على الباتور. شوفوا القوام تاع الكريمه اللي تحصلنا عليه، يجي قوام تحسوا بها خفيفه هذيك لاكريم تاعكم. نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا، نضيفوا عليها كيس تاع خامات الحلوى وزن 10 غرامات، جوزتوا شويه هكا في الصفايه، ونجو نضموا لاباط تاعنا. كما كل مره نقول لكم هذه الملاحظه، لاباط تاع الصابلي عمرنا ما ندلكوها بزاف ونعجنوها بزاف، يعني نضموها غير بيدنا، نبقاو نتستو فيها باليد الناشفه غير تولي ما تلصقناش، نحبسوا الفرينه هاي ليك في الاخر. هنا حاولوا تحلوا العجينه تاعكم بين كيسين كما ندير انا قدامكم. نحط كميه من الجهه السفلى نغطيها بكيس واحد اخر ونفتحها عادي بالحله تكون رقيقه. في الاخير ندير هذه العمليه باش نحو كامل هذوك لي دودان اللي يكونوا في العجينه. اليوم راح نستعمل معكم هذا الشكل باش ندلو التزيين تاع هذيك الورقه. نتوما ماكوش مجبرين يعني مقيدين بهذا الشكل، ديروا اي نوع عندكم، فقط هذا الشكل كان داير توندونس في العيد الصغير، مي انا ما كنتش درتو، كنت درت لكم تاع الورقه الا كنتو شايفين. هذه المره حبيت ندير لكم هذا الشكل لكن وصفه مغايره تماما. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. بعد ما طبعت كامل العجينه نحيتها بكل سهوله كديروها في الكيس كما كنتوا تشوفوا، وهاوليك السمك تاعها، يعني حاولوا تخلوها شويه رقيقه باش تجيكم بنينه. هنا انا حبيت ندير لكم هذه الملاحظه باش نوري لكم كيفاش تطموا العجينه. انا شوفوا هذوك اللي يشوت لي قعدوا لي، نزيد عليهم كميه من العجينه اللي كانت كوتي ونطمها ونعاود نحلها بنفس الطريقه. هنا هاي الصينيه تاعي الاولى بعد ما حطيتها كامل الحلوى على ورق الزبده، دخلتها للفوغ، طيبتها على 180 درجه. كما نعرفوا حاجه الكاكاو ما تطولش بزاف، يعني غير تشوفوها نشفت برك نحلوها، ما تخلوهاش تحمر لكم بزاف حتى تحرق لكم. هنا في الاخير كانت هذه هي الكميه تاع الحلوى اللي طيبتها كامل. هنا كانت قطعت لي 32 حبه بالتمام، يعني بهذا الشكل بهذا الحجم، وكانت حبه على حبه كما تشوفوا 32 حبه. شوفوا لي راهي الحبه على خدها، ما جات لا صغيره ما رتحت لي، ما تغير الشكل تاعها، ما تقلص ما والو. هنا خليت الحلوى تبرد لي مليح، لازم تبرد لكم الحلوى مليح باش تبداو تخدموا فيها. هنا نجي نحضروا هذو الوريقات اللي كنتو تشوفوا فيهم، قلت لكم انا حنزين بهم، نتوما تقدروا ديروهم، تقدروا تستعملوا اي نوع اخر تاع التزيين. حكمت شويه شوكولاته تاع الكلاصاج ذوبتها في حمام مائي بدون اي اضافات. هنا لهذو الوريقات لازم نديروا شوكولا بدون اي اضافه، يعني ما تضيفوا لها لا زيت لا حتى حاجه. عمرت كامل هذيك البلاك تاعي كما كنتو تشوفوا، تهزوها شويه باش تاخذ هذيك العفو، ومن بعد ندخلوها مباشره للمجمد. هنا تقعد لكم 2 مينوت، مام با 2 مينوت تكون جمدت هذيك الشوكولا، وكما كنتوا تشوفوا تنحى لكم من هذيك الورقه بكل سهوله. لهنا حاولوا يعني تكونوا تخدموا تحسبوا على حسب حده الحبه تاع الصابلي باش نجيكم قيس ما تجيكمش ناقصه، هي التزيين ما تجيكمش ناقص. هامليك لهنا نحي فيهم معاكم يتنحاو لكم قلت لكم بكل سهوله.
هنا نجو لمرحله التزيين. شوفوا لهنا انا استعملت هذا الناكخي كان عندي في الدار، يعني هذا الناكخي في الحق هو موش عملي بزاف، ما ننصحكمش به، بصح انا كي استعملت هذا التزيين زينتها برك شويه في الوسط، يعني خدم لي عادي، لكن لا درتو شكل واحد اخر كما تاع الوريقه وكاع. هذا الناكخي يجي بزاف مزيت، ما يمشيلكمش فوق الشوكولا، يعني يعييكم شويه. انا حطيت منه فقط شويه في الوسط كما كنتوا تشوفوا، استعملت ريشه وحطيت فقط شويه في الوسط، يعني عطاني نتيجه ما شاء الله كما شفتوا في اول فيديو. نجو نحضروا الكريمه تاعنا اللي راح نحشو بها الصابلي تاعنا. لهنا حطيت 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه، وضفت عليها 2 مغارف كبار تاع شوكولاته للطلي، استعملوا اي نوع تحبوه. انا درت المرجان. هنا كنت انا دوك تشوفوني كيفاش خلطتها شويه، ما نزلت لها شويه، حسيت روحي بلي ما درتش 125 غرام شوكولا. كما نعرفوا كريمه الزبده لازم العبار تاع لا مارغرين والسكر ولا الشوكولا يكونوا كيف كيف. شوفوا لي لهنا راني زدت لها شويه باش نولي 125 غرام تاع مارغرين مع 125 غرام تاع شوكولاته. بقيت نخلط فيها مليح حتى تحسوا بلي اللون تاعها شوفوا تغير ولا قوام كريمي. هاوليك لهنا شوفوا يجي لك لاك خام، تجي بزاف خفيفه وبنينه. فقط لهنا حبيت نعطيكم ملاحظه، الا لاحظتوا بلي الكريمه تاعكم راهي شويه سايحه مع راهي شويه سخانه، حطوها شويه في الفريجيدير وما تخدموا بها بكل سهوله. حطيتها انا في جيب حلواني وزدت درت فيه شويه كراميل باش نحشي بهم الحلوى تاعي. شوفوا لي هاي ليك لهنا كيفاش ندير، يعني كميه من الشوكولا في الاطراف، ومن بعد خلوا فراغ في الوسط نديروا له شويه تاع الكراميل. هاي اللي انا استعملت الطوفيه. يعني صراحه يعني الفيديو راه يوضح لكم كامل الطريقه تاع الخدمه تاع الحلوى. في الاخير نحطوا حبه على حبه، نبسطوا شويه فقط، ومن بعد نجوزوا عليها بالسكين ولا هكا بلا سباتول ولا اللي عندكم بصبعكم يعني عادي، باش نعمروا كامل هذوك الفيد اللي يكون بين الحبه وخدها. شوفوا كيفاش تجيني النتيجه، يعني نتيجه اكثر من رائعه. قلت لكم فقط الى عياتكم شويه ديروها شويه في الفريجيدير، هذا مكان. هنا ملاحظه البنات، بعد ما تعمروا كامل الحلوى تاعكم حطوها شويه في المجمد على الاقل 10 دقائق باش تحكم روحها مليح، وبعد نقلاصوها كما لكم انا الحال شويه سخون باش ما تعييكمش في الكلاصاج. انا صراحه ولا خدمتها قدام كليماتيزور ما كذبش عليكم. هنا حكمت 300 غرام تاع شوكولاته للكلاصاج، ذوبتها في حمام مائي عادي، ومن بعد درت لها فقط ملعقه كبيره واحده تاع الزيت كما شفتوني. راه الحال سخون، حبيت نقوي لها بزاف الزيت، خفت لا تسيح لي وتحبش تنشف لي صراحه، يعني نقول لكم كم هذه الملاحظات باش ما تطيحوش في الاخطاء. في 300 غرام درت فقط ملعقه كبيره تاع الزيت، خلطتهم مليح وراني كلاصي في الحلوى تاعي قدامكم. هاي ليك حطيت الحبه تاع الحلوى على فرشيطه، نبقى نقيس عليها هذيك الشوكولا، نخبطوها شويه باش يسيح لنا كامل هذاك الزائد، ونحطوها لازم على ورق الزبده ولا على كيس بلاستيكي، باسكو اللي حطوها على البلون طرافاي هذيك الشوكولا تلصق لكم، كي تجوا تشوفوا الحبه تكسروها وتخسروا كامل الحلوى تاعكم، يعني لازم تحطوها على ورق الزبده ولا على كيس بلاستيكي. هنا قعدت نكلاصي بالخمس حبات، كي نكلاصي 5 حبات نلصق لهم التزيين باش ما ينشفوليش، ولا هنا باش ما نعاودش ندير شوكولا ونعاود نلصق هذا الموتيف، يعني لصقتها مباشره كما كنتوا تشوفوا. كنت موجده الوريقات كما شفتوني، هذو الوريدات الياسمينات كنت عمرتهم من قبل، خليتهم بجهه، نكلاصي الحلوى ونلصق مباشره. هاي ليك قلت لكم لهنا بالنسبه للتزيين تقدروا تفننوا فيه كيما حبيتوا، يعني عطيت لكم فقط انا فكره، وصدقوني هذيك العجينه تاع العسل والبسكوي والمكسرات جات اكثر من رائعه. هاي ليك لهنا ونخلوها تكوتي تنشف لنا، ثاني تنشف لكم بالخف، قلت لكم انا خدمتها قدام كليماتيزور ولا غير نشفت لي ثم. هنا بعد ما نشفت لي جيت نحطها معكم في ليكيسات، راني وريت لكم نيميرو 10 تاع ليكيسات، وهذو لي نابرو كان واقيلا 5.5 الحجم تاعهم. شوفوا نحو الحبه تاع الحلوى من ورق الزبده تنحلنا بكل سهوله، ونحطوها في ليكيسات كما كنتوا شوفوا، قلت لكم كان الرقم تاعها رقم 10 تاع ليكيسات. شوفوا لي في الاخر البنات كيفاش جات الحلوى، صراحه جات اكثر من رائعه، جا المنظر تاعها يشهي وجات متحوفه ما شاء الله. هاي ديك لهنا في الاخر شوفوا لي تقدروا حتى تحطوها، يعني اللي عندهم بيام باك ولا تقدروا تقدموها يعني للضيوف، ان شاء الله ربي يوفق كامل وليداتكم وتفرحوا بهم، يعني وصفه هايله وتحمر الوجه. هاي ليك البنات قلت لكم كان دارت لي 32 حبه بالتمام، كان مبقى لي من لاباط ولو. في الاخير البنات ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم، يعني اقتراح لحلويات العيد. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جايه، راح نخير لكم حلويات يكونوا سهلين تقدروا كامل ديروهم ان شاء الله.
تهلاو لي بزاف في رواحكم. اللي عندكم كاش تعليق ولا حاجه راكم حابينها ابعثوا لي في الانستغرام، راني نجاوب كامل عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جايه. تهلاو في رواحكم، سلام.